طب بص يا سيدي، انا عايز اقول لك على كام حاجه كده. يا عم سيبك من انت، بص انت عربي في حالك، وانا مصري راجل في حالي، صح؟ يعني انت لا انت محتاج ان انت تقول لي تبقى عربي معايا، ولا انا محتاج اقول لك تعالى ابقى مصري معايا. انا مش عايزك يا عم تبقى معايا، انا عايز ابقى مصري مع المصري اللي زيي، مش عايز عرب معايا. حتى لو واحد مصري هنا شايف ان هو منتمي للعرب، انا مش محتاجه معايا، لان هو هيبقى عبء عليا اصلا. هو حاليا العربي اللي هو موجود هنا في مصر وبيقول ان هو عربي، هو عبء على مصر اصلا، هو عبء عليها. بص يا حبيبي، انت النهارده لما بتسافر، بما انك انت بتقول بقى ان احنا عرب وبتاع، وبتفتخر جو بالعروبة ومبسوط جو وبتاع، انت لما بتروح السعودية او الامارات او اي دولة عربية، بيتقال عنك هناك ايه؟ عربي ولا مواطن؟ ولا بيتقال عليك ابن البلد؟ اظن بيتقال عليك مصري. ولو حد نادالك بيقولك يا مصري، يا مصري. ممكن يبقى عارف اسمك، ممكن يبقى عارف اسمك بس يا مصري. مش هنقول الكل بينادي ويقول كده، لا، معظمهم بيقول كده، معظمهم بيقول كده. وبيقول ايه؟ العمالة الوافدة او العمالة المصرية او عمال مصريين. عمرك سمعت حد وانت عنده قال لك العمالة العربية، او قال لك اخواتنا؟ ما بيحصلش، ما بيحصلش. وما تكدبش وتقول لي بيحصل واصلاني ومش اني، عشان اللي قدامك ده راح 7 دول عربية. حلو كده؟ لفيت 7 دول عربية، وتعاملت مع كل الهيئات والمؤسسات الحكومية وحتى المحكمة نفسها، المحكمة بالقضاة. حتى القضاة اللي هم مش من أرض الدولة نفسها، أو قضاة جزائريين في الإمارات، اتعاملت معاهم. تمام كده؟ فأنا مش عايزك يعني العنطزة تاخدك وتنسى نفسك. بص يا حبيبي، هو لو أنت عربي زي، ليه هو يدخلك عنده بفيزا في الأردن مثلا ب 280 ألف جنيه، ولما يكون معاك عقد زراعي يقول لك لو ماسكك وانت راجل صنايعي مثلا، وماسكك في بتشتغل في شقة مثلا نجاش، ليه ياخدك يرحلك؟ هل ما هو انت عربي مخالف إقامة، اسمك عنده مخالف إقامة. حلو. طيب، انا ليه انا لما بطالب دلوقتي ان انا ابقى زيه، انت ايه اللي مزعلك؟ انت ايه اللي مزعلك كعربي؟ ان انا يا عم زي ما تعاملني هعاملك. ايه اللي مزعلك؟ الموضوع بسيط اهوت وسهل، ومش هيتكلم ولا انت احسن مني ولا احسن مني. انا يا عم بقول لك هعاملك زي ما بتعاملني. ايه اللي مزعلك؟ ها؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟